عارف المشكلة في ايه؟ المشكلة ان انا وانت وعم طلعت اللي شغال في البقالة وعم محمود سواق التاكسي وخالتي يسرية اللي بتبيع خضار على اول الشارع، كلنا واغلب الشعب المصري كلنا متوقعين، كنا متوقعين النهاية دي. كلنا كنا متوقعين الخروج ده بعد اللي احنا شفناه في دور المجموعات. كلنا كنا متوقعين هذا الخروج، وبقول لك مشكلة لانه على الرغم من ان احنا كلنا كنا متوقعين ده، ما شفناش اي رد فعل من المنتخب، ما شفناش اي رد فعل من اللعيبة، ما شفناش اي رد فعل من المدير الفني، ما شفناش حاجة اتغيرت. ما شفناش مثلا ان اللعيبة بقى عندها شوية من الاحمر فيحسوا على دمهم شوية ويقدموا احسن شوية. ما شفناش مثلا ان المدير الفني غير قناعاته، غير طريقته، عمل حاجة جديدة. ما شفناش اي حاجة. وفي الاخير حصل الصح. يعني لو هتتكلم بقى بالمنطق بقى، في الاخير الصح هو اللي حصل، ان منتخب زي ده بالاداء ده بالعشوائية دي بكل حاجة دي ما يكملش في البطولة. بالاخر خرجنا من البطولة. ففي الاخر يعني في الاول في الاخر ما نقولش الا الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. وهذا يعني هذه هي مشاركتنا، وهي دي مشاركة المنتخب في بطولة كأس أفريقيا اللي احنا كنا كلنا مستنيينها، وكلنا حاطين امال على المنتخب بحكم الواقع اللي احنا كنا، او بحكم اداء اللعيبة مع انديتها اللي احنا او اللي كان قبل البطولة. ما علينا. سيداتي ونساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم معانا ولقاء جديد في قناتكم ملعب ابو الاداهيم، وهنتكلم عن الخروج المهين اللي حصل للمنتخب المصري من دور ال16 امام الكونغو الديمقراطية، وخروجنا من كأس الامم الافريقية، وعدم حصولنا على البطولة، واستمرار غياب البطولة عن المنتخب المصري. لو لسه بتشوفني اول مرة ولو لسه مش مشترك في القناة، انزل على طول اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زرار الجرس علشان ما تفوتش حلقة من حلقاتنا ويجي لك تنبيهات بكل حلقاتنا. عجبتك الحلقة اعمل لها لايك وشير في كل مكان. وفي البداية ما ننساش ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويعزهم وينصرهم على عدوهم وعدونا، ربنا يرحم شهدائهم ويتقبلهم شهداء، ربنا يشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم، وربنا يكون في عونهم وفي عوننا جميعا يا رب العالمين. ويلا بقى خلينا ما ناخدش وقت كتير، جهز مشروبك اللي بتحبه واعمل حسابي معاك اي حاجة تطر علينا، شد حزامك، خد نفسك، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. زي ما قلت لك في المقدمة كده، الصح هو اللي حصل. الصح والصحيح في كرة القدم هو اللي حصل. منتخب بهذه او يعني بهذا الاداء وبهذه العشوائية طبيعي ان هو ما يكملش، واحنا كنا منتظرين كده. يعني مش هنكذب على بعض، احنا كنا طول دور المجموعات واحنا منتظرين كده. وخليني في البداية اقول لك من وجهة نظري، او يعني من بحكم متابعتي لكرة القدم، في البطولات اللي زي دي، في البطولات الكبيرة اللي زي دي، بيبقى في 3 انواع من المنتخبات. منتخب بيدخل البطولة بكل قوة وبمنتهى القوة، بيدخل يكسب ماتشات وبيقدم اداءات روعة ومش عارف ايه، ويا اما ياخد البطولة في الاخر، يا اما تجيله مطب كده في نص البطولة تخرجه. يا اما منتخب تاني بيدخل بشكل سيء جدا، شكل سيء جدا، ومع البطولة يبدأ اداؤه يزداد 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 لغاية ما في الاخر تلاقيه في ماتش النهائي بياخد اللقب. يا اما بقى منتخب بقى بيدخل يعني زي ما بتقال كده ايه، خريان مدريان، مش شايف قدامه، عمال يخبط هنا ويخبط هنا ويخبط هنا، وممكن تقلش معاه مرة ويعدي ويعمل ويتعادل ويكسب، بس في الاخر هيخسر. للأسف احنا منتخبنا كان النوعية الثالثة اللي هو الخريان مدريان ده. احنا منتخبنا كان كده، ما مش شايف قدامه. يعني مش هقول لك كمان ان احنا ادائنا زاد مع البطولة، لا، احنا ادائنا اصلا ما زادش مع البطولة زي ما كلنا كنا بنأمل. يعني احنا الاول بعد ماتش موزمبيق قلنا كبوة وهتعدي وماتش افتتاحي ويعني خلاص عدى ماتش وراح لحال سبيله، نفكر بقى في اللي جاي وادائنا هيزيد مع البطولة ومش عارف ايه. نزلنا قدام غانا الشوط الاولاني نفس الحالة بالظبط، يمكن اسوأ كمان، مش شايفين قدامنا. وغانا اللي هي اصلا فرقة تعبانة اصلا، ملة، منتخب بيخرج لتاني مرة على التوالي من دور المجموعات، كان بيعمل علينا هجمات خطيرة.
وفي الشوط الثاني لعبنا شويه بروح شويه، مش هقول لك برضه ان احنا كنا واو. وفي الماتش الثالث برضه نفس الكلام، انت محتاج ان انت تكسب، وكنت برضه الفرقه اللي قدامك الراس الاخضر اللي هي اصلا كانت مريحه 3/4 الفرقه الاساسيه بتاعتها ومريحه 7 لعيبه، كانت اخطر منك، وكانت اخطر منك، احسن منك بدنيا، وكانت بتروح عليك بهجمات، وكانت بتضيع هجمات، وهي اللي اتقدمت عليك، وهي اللي اتعادلت معاك، وانت ما عرفتش تحافظ على مكسبك. وفي الاخر امبارح قدام الكونغو برضه نفس الاداء ونفس كل حاجه، فانت ادائك ما كانش بيزيد مع البطوله خالص. فاحنا يعني للاسف منتخبنا كان النوع الثالث ده، اللي هو منتخب مش شايف قدامه، دخل يخبط في الحلل، ودخل يخبط هنا وهنا وهنا وهنا، وفي الاخر خد على عينه وخرج. يعني زي ما بيقول لك كده، الواحد كان حاطط امال، او انا عن نفسي بتكلم عن نفسي، الواحد كان حاطط امال على البطوله دي، ان احنا خلاص منتخبنا اللعيبه وصلت لدرجه من النضج في البطوله، وصلنا نهائي مرتين، خرجنا مره من دور 16 على ارضنا، فخلاص بقينا عندنا نوع من انواع ان احنا خلاص اتعودنا على البطوله اللي فاتت عملنا اداء الى حد ما تكتيكيا كويس، عشان برضه احنا كنا يعني عندنا عقم هجومي في البطوله اللي فاتت برضه، ولكن كنا احسن تكتيكيا، من الناحيه التكتيكيه في الملعب كنا احسن بكتير. فاللعيبه بقى عندها خبره، الواحد بقى بيتكلم بقى مع نفسه قبل البطوله بقى، فالبطوله دي بقى ان شاء الله لعيبتنا جايه فايقه، سواء المحترفين في اوروبا هدافين في دورياتهم، او سواء لعيبه الاهلي، فاللعيبه فايقه. فالواحد كان حاطط امال على البطوله دي، امال رهيبه، هنروح بقى ان شاء الله وهنقف قدام الفرق الكبيره، وهنقف قدام المنتخبات الكبيره، وهنسد معاهم وبالروح وبالعزيمه، وهناخد البطوله ونيجي. للاسف رحنا يعني المشكله برضو، يعني عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا ما بنتعلمش. يعني البطوله دي تقدر تقارنها بالكربون، باللي حصل لنا من 5 سنين في بطوله 2019 اللي كانت على ارضنا، نفسها بالظبط. يعني سبحان الله، كأنك بتستنسخ البطولة دي وبتحطها في البطولة دي، نفس اللي حصل في البطولة دي هو نفسه بالظبط اللي حصل في البطولة دي. عندك دفاعاتك شوربة ودفاعاتك مستباحة، والفرق اللي قدامك بتلعب فرق يعني أقل منك بكتير تاريخيا وإمكانيات وبتروح عليك بهجمات خطرة، وعديت من دور المجموعات. أنت كنت على أرضك في 2019، فأنت عديت بالدعم الجماهيري وبأرضك وبجمهورك وطلعت أول. لبست مع جنوب افريقيا، شلوحتك، وكلنا فاكرين الماتش ده، وبيرسي تاو كان مجننا. نفس الاداء بالكربون هو في بطوله 2023 دي اللي اتلعبت في كوت ديفوار. نفس كل حاجه، مش شايفين قدامنا في دور المجموعات، وعمالين بنخبط في موزمبيق وفي غانا وفي الراس الاخضر، ومجموعه كانت ممكن تبقى سهله جدا، تكسب بس موزمبيق وتلعب بشويه رجوله وتحافظ على مكسبك قدام الراس الاخضر. نفس الاداء بالظبط، عمال تشلوح هنا وهنا، جيت قدام الكونغو طيرتك. يعني ما بنتعلمش. مشكلتنا ان احنا ما بنتعلمش، ويعني والمشكله ان احنا ما بنتعلمش بقى مع ايه؟ يعني في بطولات عاديه، في يعني فرق ناشئين، لا ده احنا ما بنتعلمش مع المنتخب الكبير اللي هو التورتايه الكبيره، واجهه الكره المصريه، وفي البطولات الكبيره، في بطوله احنا المفروض ان احنا يعني اصحاب كل حاجه فيها، اصحاب الرقم القياسي، اصحاب البطولات الكبيره، اصحاب كل حاجه. ما بنتعلمش، وبنروح نعمل اداءات مزريه مهينه. فعلا خروج مهين، وخروج مشين، وخروج كل حاجه اللي انت عايز تقوله. واللي انا بقى واحد، يعني عارف الفكره بقى في ايه برضو؟ انا واحد من الناس يعني لما اقعد افكر ما بينه وما بين نفسي، هو مثلا لو مسكنا مثلا روي فيتوريا، هو الراجل ايه اللي حصل له بجد؟ والله بسأل نفسي السؤال، الراجل ده ايه اللي حصل له لما دخلنا البطوله؟ يعني الراجل كان ماشي معانا قبل البطوله كويس جدا، ماتشات وديه وتصفيات، يعني افريقيا دي كملها معانا، وكانت تصفيات كاس عالم بداها معانا بشكل كويس، وكنا ماشيين كويس، وعملت ماتش حلو قوي قدام بلجيكا، وعملت ماتش حلو قوي قدام الجزائر في الامارات. هو ماتش ودي، بس الجزائر كانت بتلعبك تقريبا بالصف الاول، وانت كنت بتلعبها تقريبا بالصف الاول، كان مباراه قويه جدا. فالراجل كان ماشي معانا كويس، دخلنا البطوله ما تعرفش الراجل ايه اللي حصل له. بس خليني اقول لك بقى على حاجه، بما اني فتحت يعني حوار فيتوريا،
وممكن تزعل مني في الحته دي. شوف انا يعني الراجل كان عنده اخطاء كارثيه، عمل بلاوي في البطوله، بلاوي، وكان عنده عناد غير طبيعي، وبيلعب لعيبه في مكانها احسن منها قاعد بره، بيلعبها برده متعرفش ليه. ولكن يعني عايز وجهه نظري، لو انت عايز يعني وجهه نظري في موضوع فيتوريا ما يمشيش. هو انت لسه عندك استعداد تاني تجيب مدرب تبدا معاه من اول وجديد؟ هو احنا كل سنه معدل بقى كل سنه ونص هنغير مدرب ونجيب مدرب ونشيل مدرب؟ ما بقتش قصه يعني، ما بقاش حوار. فانت لو عايز يعني لو انا بقى يعني بتسالني عن وجهه نظري، لا فيتوريا ما يمشيش. عندك مشروع معاه كمل مشروعك بقى، ويعني واحنا وحظنا بقى. اصلا يعني بص، عارف الراجل يعني لما هيطلع يتكلم ولو هيبرر بايه؟ اول احتكاك ليه مع المنتخبات. احنا جبنا روي فيتوريا يجرب في منتخب مصر، من الاخر عشان اجيبها لك يعني اجيب لك الزتونه زي ما بيتقال. احنا جبنا روي فيتوريا ما يعرفش اي حاجه عن المنتخبات، عمره في حياته ما درب منتخبات، فجه يجرب مع منتخب مصر. ووجهه نظري واعتقادي روي فيتوريا ما كانش بيتفرج على كاس افريقيا قبل ما يجي او يعني قبل ما يمسك منتخب مصر. ده وجهه نظري. روي فيتوريا ما كانش يعرف حاجه عن الكره الافريقيه، ولا كان يشوف حاجه اسمها منتخبات افريقيه قبل ما يجي منتخب مصر. لانه لو كان يشوف حاجه زي كده، لو كان يشوف او لو كان بيشوف يعني كاس افريقيا وهو في البرتغال وهو بيدرب في البرتغال او هو بيدرب الانديه، كان زمانه عمل حاجات احسن من كده. هو تفاجئ بمستويات افريقيا وتفاجئ بمستويات المنتخبات في دور المجموعات. ده وجهه نظري، ممكن اكون غلطان، لكن ده يعني ده اللي انا شفته مع الراجل ده في البطوله. الراجل ما كانش يعرف اي حاجه عن منتخبات افريقيا ولا عن الكره الافريقيه ولا عن البطوله ولا عن اي حاجه. وزي ما بقول لك كده تقريبا ما كانش اصلا بيشوف كاس افريقيا دي. فاحنا جبنا روي فيتوريا يجرب، وهو فعلا كان بيجرب في المنتخب. يعني احنا البطوله دي كلها الراجل بيقضيها تجارب. في الثلاث او في الاربع ماتشات اللي احنا لعبناها الراجل كان بيقضيها تجارب. فوجهه نظري ما تمشيش في فيتوريا. هتغلط نفس غلطه كيروش. يعني احنا كلنا كنا وانا واحد من الناس، طريقه كيروش كانت عقيمه، ولكن على الاقل كان في حاجه تكتيكيه في الملعب، كان في شغل تكتيكي في الملعب بيتعمل. لكن كانت طريقته عقيمه جدا، عقيمه ممله، وكنا ممكن في اي وقت نخرج. يعني احنا كنا ممكن في اي وقت مع كيروش، ربنا سترها معانا مرتين بضربات الجزاء ومره قدام المغرب، ولكن جول قدام السنغال قلشنا في النهائي. فهي طريقه كيروش كانت عقيمه. بس هل هتيجي تكرر غلطه كيروش تاني وتمشي المدرب اللي هو بقى معاك بقاله سنه وشويه وخلاص اتعود وعنده يا عم بيعمل اي حاجه، بيحفظ اللعيبه اي حاجه، هتمشيه وتجيب مدرب تاني وانت عندك ماتش كمان 5-6 شهور في تصفيات كاس عالم، تكمله تصفيات كاس عالم، وهيبقى عندك بوركينا فاسو، هيبقى عندك ماتش مع بوركينا فاسو شهر 6 اللي جاي تقريبا على حسب ما انا فاكر. يعني شهر 6 اللي جاي عندك ماتشين، واحد فيهم مع بوركينا فاسو المنافس المباشر معاك في المجموعه. هل بقى هتمشي المدرب وتجيب مدرب تاني هيبقى عنده وقت قليل تقريبا، مش هيعمل ماتشات وديه ماتش او اتنين، وتقوم ملبسه في تصفيات كاس العالم؟ يعني وجهه نظري لا، خلي الراجل يكمل بقى. لان انت عندك كمان سنه او سنه وشويه كمان عندك كمان كاس تانية. يعني للي مش عارف، في عندنا كاس تانية 2025 في المغرب. لغايه دلوقتي بقى لسه ما نعرفش بقى، او انا لسه ما اعرفش بقى هل هتتلعب في 25 ولا هتتلعب في 2026. بس ما اعتقدش انها هتتلعب في 2026 عشان ما تبقاش مع سنه كاس العالم. فانت عندك كمان سنه او سنه وشويه عندك بطوله كاس افريقيا تانية في المغرب. فهل هتجيب بقى مدرب بقى يجرب؟ انت خلاص جبت المدرب وخلاص بقى امر واقع. انت جبت مدرب وجرب فينا، انت جبت المدرب روي فيتوريا ده، جبته وجرب فينا ورحنا البطوله، بقينا يعني عمل مننا حقل تجارب وجرب فينا وطلعنا. فهتغيره وتجيب واحد تاني ونكرر غلطه كيروش؟ ما يعني مش حوار. هو يعني احنا مش في رفاهيه. انت لو عايز حد بقى يشيل الليله، اللي المفروض بقى يشيل الليله بقى في اللي حصل ده اتحاد الكوره، اللي دي تاني بطوله افريقيا نخسرها باداء سيء جدا. ويعني احنا البطوله اللي فاتت ما كناش واو، ما كناش المنتخب المرعب. احنا يعني بدعاء ربنا ويعني بدعاء الوالدين وبدعاء الجماهير وبكل حاجه وبستر ربنا في الاول وفي الاخر معانا وصلنا نهائي. لكن احنا لا البطوله اللي فاتت ولا البطوله دي كنا عدلين يعني.
فانت عندك اتحاد كوره يعني الواحد بس مش عاوز يقول كلام صعب، بس لكن يعني ما بيحسوش على دمه. البطوله اللي فاتت فضلوا قاعدين على كراسيهم، ما قدموش اي حاجه، ما عملوش اي حاجه، والبطوله دي برضه هيفضلوا قاعدين على كراسيهم. فانت لو عايز تشيل حد، لا، اتحاد الكره هو اللي يمشي بمنتهى البساطه. وهنا بقى يعني هنا بقى في المكان ده او في اللحظه دي سؤال بقى للجمعيه العموميه بتاعت الانديه اللي بتجيب اتحاد الكوره. هو احنا معلش في مصر، احنا في مصر بقى مكتوب علينا اللي يمسك اتحاد الكوره يا اما هاني ابو ريده، يا اما احمد مجاهد، يا اما جمال علام؟ يعني هل هو الكوره المصريه بقت مرتبطه لازم كتالوج كده نازل ان واحد من التلاته دول هم بقى يعني يعملوا بقى تبادلات مع بعضهم، واحد يمشي فالتاني يجي، فده يمشي فالتاني يجي؟ وهل هيفضل الجمعيه العموميه بتاعت اتحاد الكوره وبتاعت الانديه المصريه، هل هتفضل المصالح هي اللي يعني بتحكم ما بينهم عشان يجيبوا حد يمسكوه اتحاد الكوره بعد كل الاخفاقات والمهازل اللي احنا شفناها على كافه المستويات؟ اتحاد الكوره ده يعني بحمد يعني بعون الله ببركه وشهم الحلو علينا، من ساعه ما جه مفيش ولا منتخب معانا، مفيش ولا منتخب في اي فئه عمريه عمل اي حاجه. انت متخيل؟ مفيش اي منتخب في اي فئه عمريه من ساعه اتحاد الكوره ما جه بالاسد جمال علام عمل اي حاجه. يعني الانجاز اللي تقدر تقول الانجاز الوحيد هو المنتخب الاولمبي لما اخذ وصافه كاس افريقيا من المغرب في المغرب مع المنتخب المغربي ووصل اولمبيات، وشكرا على ذلك. فاللي عاوز يشيل الليله، لا، اتحاد الكره هو اللي يمشي. ولازم بقى يبقى في دم عند الجمعيه العموميه بقى وهي بتجيب مجلس اتحاد كوره، يبقى في ناس جديده. ما اشوفش تاني مجدي عبد الغني وحازم الهواري ومش عارف محمد ابو العينين ومحمد ابو الوفا ومش عارف مين. فيا جدعان، هو احنا يعني هي الاسامي بقره وبتكر؟ ما في ناس جديده، طلع ناس جديده، طلع امخاخ جديده، طلع فكر جديد. اكيد في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط، واكيد الحاجه الغلط دي هي اللي مسببه لنا كم الكوارث اللي احنا بنشوفها دي. لكن وجهه نظري لا، فيتوريا ما يمشيش. عنده اخطاء يعني اخطاء الدنيا والاخره، وعنده عنده بلاوي، عمل بلاوي في البطوله دي، بلاوي لا تغتفر. احنا كان عندنا يعني خط الدفاع بتاعنا شوارع، لو 3 عيال لابسين حفاظات يعني هيعملوا شوارع، هيتعبوا الدفاع بتاعنا. عندنا مشاكل الدنيا والاخره زي ما بقول. لكن هتعمل ايه؟ دي الله وده يعني، ادي الله وادي حكمته. الوقت ضيق، ما عندكش بقى رفاهيه ان انت تجيب مدرب تاني ويجرب ويتعود على لعيبه ويتفرج لسه على الدوري المصري، فهوب يلاقي نفسه في شهر 6 اللي جاي بعد 5 شهور عنده تصفيات كاس عالم، وعنده ماتش مع بوركينا فاسو هناك تقريبا يعني هناك. فاللي هو ايه بقى؟ هنضحي بقى بكاس العالم تاني؟ مش قصه هي، ما هو مش مكتوب علينا احنا الهم والحزن مع المنتخب طول العمر يعني. لا، فوجهة نظري انا على الاقل لا، الراجل يكمل. عندك انت جبته 4 سنين بمشروع، خلاص يكمل مشروع. عنده كاس تانية بقى، يعني اتمنى بقى لو هو كمل، اتمنى بقى ان هو بقى يكون اتعلم، وانه افريقيا ديت بطولة قوية، واحدة من اهم بطولات المنتخبات في العالم، ويكمل. لكن انت تجيب لي مدير فني يفضل يجرب فينا كل شويه، نجيب مدير فني ويجرب ونمشيه ونجرب ويمشيه. وبعدين هو انت بعد اللي عملته مع ايهاب جلال والطريقه السخيفه والمهينه اللي انت مشيت ايهاب جلال بيها، انت متوقع ان في يعني لو انت بقى بتفكر بقى عايزين نرجع بقى للمدرب الوطني، هو انت متوقع ان في مدرب وطني هيجي لك كده بالسهل؟ طبعا تدريب منتخب مصر شرف لاي مدرب والكلام اللي احنا عارفينه ده، ولكن كله بص دلوقتي كله هيفتكر ايهاب جلال. فايه يعني احنا مش ناقصين تجارب يعني، مش هيبقى حقل تجارب جوه البطوله وبره البطوله. عامه خرجنا من البطوله زي ما بقول لك، والصح هو اللي حصل في الاخر يعني. انا زعلان متضايق، ويعني
يعني في ناس برضو ايه طلعت تهاجم اللعيبه على ضربات الجزاء اللي هي ضيعتها. يعني يا جدعان احنا مش هنسيب اللعيبه في الماتشات وفي اللي حصل في الماتشات وهنروح نمسك فيهم في ضربات الجزاء. انت في الاول وفي الاخر بتتكلم في ضربات حظ، يا تصيب معاك يا تخيب، يا تصيب يا تخيب. وابو جبل حظه السيء، يعني امبارح تقريبا كانت الناس كلها يعني كل السوشيال ميديا وكل المواقع بتقول ان خلاص ابو جبل مضى مع النادي الاهلي 6 شهور اعاره لغايه اخر الموسم بنيه الشراء. وحظه السيء ان هو جه في نفس اليوم، هو كان السبب الرئيسي في خروجنا، هو اللي ضيع ضربه الجزاء. وما يعني ابو جبل كان سيء امبارح، يعني او مش سيء، غير محظوظ في تصدي ضربات الجزاء. ولكن خلاص يعني هي ضربات حظ، هي ضربات حظ، يا تيجي يا ما تجيش، يا تيجي جون يا ما تجيش، فهي ضربات حظ. فمش هنلوم اللعيبه على ضربات الجزاء وهنسيب البلاوي اللي هم كانوا بيعملوها في الماتشات. يعني حاجه مش منطقيه يعني. لكن عامه يعني انا بجد مش فاكر، يعني احنا لعبنا في البطوله دي 4 ماتشات ما كسبناش الا 4 ماتشات، ما كسبناش. لك ان تتخيل، لك ان تتخيل ان احنا يعني كنت لسه بقول لك كيروش البطوله اللي فاتت كنا وحشين، لك ان تتخيل ان احنا في البطوله اللي احنا كنا وحشين فيها دي كسبنا 3 ماتشات، 2 في دور المجموعات وواحده في الادوار الاقصائيه مع المغرب. احنا المره دي ما كسبناش ولا ماتش، ما كسبناش ولا ماتش، ولا ماتش، ولا مباراه. ومش فاكر، يعني انا عمال ادور مش فاكر، واللي يعرف يقول لي، انا مش فاكر امتى منتخب مصر شارك في كاس افريقيا ما كسبش ولا بطوله، ما كسبش ولا مباراه فيها. يعني امتى اخر نسخه منتخب مصر لعبها ما كسبش ولا مباراه فيها؟ وهل ده حصل اصلا ولا لا، ولا دي اول مره تحصل؟ يعني اللي يعرف يقول لي. وكمان رقم بقى سلبي تاني، خد رقم سلبي تاني بقى، 8 ماتشات، اخر 8 ماتشات لينا في الادوار الاقصائيه، اخر 8 ماتشات لينا في الادوار الاقصائيه، عشان تعرف برضو ان احنا قد ايه بقينا عندنا فقر فني وفقر تكتيكي في الملعب. اخر 8 ماتشات او اخر 8 ماتشات لينا في الادوار الاقصائيه 5 منهم رايحين ضربات جزاء. يعني انت ما بتعرفش تلعب، انت ما بتعرفش تلعب. الماتش بتوصل الماتش لضربات الجزاء، ويا صابت يا خابت. خابت المره دي وخابت قبل كده مع السنغال، والله غالب. يعني لا نقول الا الحمد لله، لا نقول الا الحمد لله. هنعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ خلاص خرجنا، واللي كان كده نفكر بقى في اللي جاي، ما نهدش بقى كل حاجه بقى ونرجع نبني من اول وجديد والطريقه المصريه العقيمه اللي احنا بنتبعها. عامه كده اتحدد ماتشين في دور الثمانيه. اول امبارح كان في مباراتين، انجولا كسبت ناميبيا وتاهلت، ونيجيريا كسبت الكاميرون وتاهلت، وبقت اول مباراه في دور الثمانيه انجولا ونيجيريا. وهيبقى ماتش حلو بالمناسبه، اتفرجوا عليه، هيبقى ماتش حلو جدا، فرقتين قويين جدا وفرقتين ظهروا ماتش يعني مستوى عالي جدا. وما تتفاجئش لو انجولا خرجت نيجيريا، انجولا فرقه عاليه جدا عاليه جدا. والماتش التاني اتحدد امبارح، غينيا كسبت غينيا الاستوائيه في يعني مفاجاه بالنسبه لي، غينيا الاستوائيه اللي كانت طايحه في دور المجموعات، في مجموعه فيها نيجيريا وكوت ديفوار، وكانت اقوى خط هجوم وجابت 9 اهداف ومش عارف ايه، وهداف البطوله من عندهم مش عارف ايه. خرجت امبارح، خسرت من غينيا. ومصر خرجت من الكونغو الديمقراطيه، وبقى الماتش الثاني ما بين الكونغو الديمقراطيه في دور الثمانيه وما بين غينيا. ولسه بقى مستنيين بقى الاربع ماتشات التانيين عشان نشوف بقى بقيه المباراتين اللي عندنا في دور الثمانيه. عامه ده كان رايي وده كان وجهه نظري في اللي حصل في البطوله. حابب برضه اسمع وجهه نظرك، قول لي رايك في التعليقات، وشايف الخروج اللي حصل لمنتخب مصر ده مين السبب فيه ومين اللي يتحمله؟ وهل انت يعني معايا ان روي فيتوريا يكمل، ولا انت شايف ان الراجل يمشي وان احنا نجيب مدرب جديد ونبتدي معاه من الصفر تاني؟ قول لي برضو رايك في التعليقات، شاركني رايك في التعليقات. ولو لسه مش مشترك في القناه اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زرار الجرس. اعمل لايك للحلقه لو عجبتك، وعايزين الحلقه توصل يعني ل 1000 لايك، يعني تترشح على منصه اليوتيوب ويشوفها اكبر عدد ممكن. عجبتك الحلقه اعمل لها لايك وشير. وما تنسوش في الاخر الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويعزهم ويجعل النصر حليفهم، ربنا يرحم شهدائهم ويتقبل جرحاهم ويعافي مبتلاهم، وربنا يكون في عونهم بعون الله. اشوفكم ان شاء الله على خير. ولسه هنكمل لسه هنكمل تغطيتنا للبطوله، مش معنى ان احنا خرجنا ان احنا يعني هننسى البطوله، لسه هنكمل تغطيتها. وهنرجع بقى نشوف تاني، الواحد كان يعني نسى شويه بطوله كاس اسيا، نرجع تاني نشوف اللي حصل فيها ولسه ان شاء الله لينا لقاءات تانيه ان شاء الله. يعني اشوفكم على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.